رجال الدنيا بتشيل وتفين، يا العزة للوطن الكبير، يا نموت بالخشم العفن، ويا العزة للوطن الكبير، ويا نموت بالخشم العفن. ما مهم انك شمالي ولا مهم انك جنوبي، ولا مهم لو كنت غربي ولا مهم لو كنت شرقي، المهم وطنك يكون يا او هدفك، يبقى عنوانك وسكنك، يبقى خالك ولا عمك، يبقى يا او ابوك وامك. تحفظ ترابه في سبيل الموت حبابه، وتحفظ ترابه وفي سبيل الموت حبابه. ان شاء الله ان شاء الله هذا كلام انا قلته لكم. نحن حنكون ان شاء الله الجيل القادم حنبني السودان طوبه طوبه، نرجع بلدنا نعمرها ان شاء الله كلنا ايد واحده. نحن لما قلنا جيش واحد شعب واحد ما قلنا على فراغ. الجيش ده في البلد دي ارتوت بالدم، الارض دي ارتوت، ناس كتار ماتوا عشان نحن نعيش. فنحن ان شاء الله ان شاء الله نحن قلنا جيش واحد شعب واحد، حنكون دائما خلف القوات المسلحة السودانية قلبا وقالبا خلف الجيش، نموت كي يحيى السودان ونموت كي يحيى الجيش السوداني. الله أكبر الله أكبر والعزة للسودان. الله أكبر. والله ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويغطي عليك. اللهم صحيح والله بيقول الرجال كله سوى ريته بالمرض المالي ودواء. الله يعلمكم، اداكم درس في الرجالة، اداكم درس في الرجالة والنخوة، حب الوطن. في عز ما عنده طفل زي ده بيعلمكم انتوا الرجالة وكيف انك تكون وفي لوطنك وانتوا بجاي بتبيعوا، حايمين من دولة لدولة تبيعوا في السودان كل يوم بالرخيص. الله يحفظك يا سوداني، الله يحفظك ابوي ويغطي عليك. وان شاء الله اتمنى كل الاجيال الجايه دي تكون بتشبهك، كل الاجيال الجايه دي تكون زيك، كل الاجيال الجايه دي تكون ملانه بالنخوه الله أكبر والرجوله والوطنيه اللي فيك. الله يحفظك. والله يا ماما ندى القلعة نحن الحمد لله لي ربوني على حب الوطن، ونحن شوفي نحن ونيل كلمة الحق في خوة كتار، ناس كتار يتعاونوا مع قوات المرتزقة. يلا نحن إن شاء الله إن شاء الله الحرب دي الآن حتنتصر، حينتصر جيشنا، وحننتصر جميعا، وحننتصر بالتوحيد، كلنا جيش واحد شعب واحد. نحن يا ماما ندى القلعة إن شاء الله في الروضة في الجامعة، ما مهم يا أخي لو أنت شنو، لو أنت كبير لازم تدرس الوطنية. نحن لازم نعلم الجيل القادم شنو هو معنى الوطنية. يعني شنو أنت لو في الجامعة أنت بقيت كبير خلاص عارف شنو معنى الوطنية؟ لا، لازم تحافظ على وطنك، تموت شان وطنك، لازم تحفظ ترابه وفي سبيل الموت حبابه، لانه في ناس الان قاعدين بيموتوا في الميدان عشان يحموك انت. محمد جنبك زول من الناس البيت الكبير وقول له قال لك شكرا جزيلا للتربيه اللي ربيتوا لنا بها محمد، ممكن توصل الرساله دي؟ قول لهم قال لكم شكرا جزيلا للتربيه. الله تسلم البطن اجابتك، تسلم البطن اجابتك ان شاء الله. ويا محمد وصلت لك من امك احمد وصلت لك من امك ندى. كل الاطفال يا ريت لو ناس البيت اهتموا عملت لك لايفات وفيها الاطفال اللي من دورك يجوا يخشوا اللايف بتاعك ده عشان يقوموا من صغار مشبعين بالوطنيه، يكونوا بجد داعمين للوطن وداعمين للجيش، لانك انت بتاثر في الجيل الجاي ده وبتاثر على الاطفال. فيا ريت لو اهتموا بالحته دي، وكل ما يا جماعه كمان كل الناس، يعني رسالتي لكل الناس اخواني اخواتي كل الشعب السوداني، اي مقطع تلقوا له الولد ده زول غيور، زول بيحب السودان، زول بيحب بلده دي كويس، اي زول يلقى له مقطع يشير له ويوسع المقطع ده على اكبر نطاق، على اكبر نطاق. وحتى اللي عندكم اولاد في البيوت عندكم اطفال حاولوا شغلوا لهم المقاطع بتاعته عشان هم يتاثروا به. ان شاء الله ربنا يحفظه وربنا يديه العافيه، واتمنى شباب السودان والاجيال الجايه تكون كلها احمد، كله يكونوا ويا احمد. انا واثقه يوم من الايام لو حيين ولا ميتين والناس دي قاعده حسا، انا واثقه انه عندك بعدين شان حيكون عندك شان، والناس دي كلها حتتكلم بيك، كل الناس دي حتتكلم بيك. ان شاء الله ربنا يغفر عليك وربنا يحفظك ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك. عسال حبابك.
هي وين حبيبتي دي؟ هي وين؟ ما لما قاعد تزعل مني. مشى بعيد شكله. ماما مشى بعيد. ندى هي أخونا. حبيبتنا. يا قلبي يا حبيبتنا. حبيبتنا ويا قلبي. حبيبنا. إن شاء الله ربنا الله يحفظكم. الله ينصرك. ويغطيك انت يا عيوني، يغطيك انت يا قلبي. كفر لها يا أستاذة ندى، كان عندها عملية قبل كم يوم. يلا يا سيف العبود، حرك الغضب والانحناء، حرك بكل الرصاص، تلقى ودانا وتلقى وين تعرف مكانه. الله أكبر. يوي ويا حبيبتي يا كنداكة يا حلوة انتي. سلامتك يا كنداكة، سلامتك يا حبيبتي. وان شاء الله كده دايما ما تشوفي الشر تاني يا عيوني، وربنا يغطيك ويحفظك. الله يسلمك. ويا حلاتي. شفتوا يا جماعة الأولاد في البيت بيأثروا على أخواتهم الصغار كيف لما يكون يعني يعني شو حسي. أنا واثقة تماما إنه أحمد مأثر عليها شديد، ونفسي طريقة أحمد ونفسي حياة أحمد هي زي أخوها واحد. إن شاء الله ربنا يغطيكم ويحفظكم عين الحاسد ما تشوفكم يا رب العالمين، ويخلي لكم أمكم وأبوكم. قولوا آمين. تحية لكم. اخونا ايمن عسال حبابك منورنا.